بيبتدي المسلسل مع ريوهي واصحابه لما انتقلوا لعالم العاب غريب عن العالم الواقعي، وفي عالم الالعاب لقوا ان كل الناس اختفت والكهرباء والاجهزه الالكترونيه مش شغاله، ومع الوقت عرفوا يوصلوا لمبنى فيه كهرباء وشافوا هناك ناس تانية معاهم في نفس العالم، والمبنى ده طلع مبنى العاب ساديه واي حد بيخسر بيموت، والكسبان بيكسب تاشيره بتسمح له انه يفضل في العالم ده وقت اطول، وبيكسب كمان رقم وفئه معينه من الكوتشينه، وكل فئه بتدل على نوع العاب معين، ولو تاشيره لاعب انتهت اللاعب هيموت فورا. ومع الايام ريوهي بدأ يشترك في ألعاب أصعب عشان يجدد تأشيرته ويلاقي إجابات على أسئلته، وبدأ يشوف ناس أكتر كل ما يشترك في لعبة، خصوصا بنت غامضة اسمها أوساجي، لحد ما في مرة ريوهي وأصحابه اشتركوا في لعبة من فئة القلوب، وأصحابه ضحوا بنفسهم عشان هو يعيش، لأن الفايز لازم يكون شخص واحد بس، ومن وقتها وريوهي اتغير تماما وبقى إنسان مختلف. وفي مرة أوساجي شافته وهو كان عايز يموت وخلته يطلع من الاكتئاب، واتحدوا مع بعض ونجحوا مع بعض في ألعاب صعبة جدا. وبيكون ريوهي عرف معلومة عن مكان اسمه الشاطئ، وبيبقى عايز يوصل للمكان ده عشان يلاقي اجابات عن اسئلته، وممكن يلاقي طريقه يرجع بيها للعالم الواقعي. والتفاصيل اكتر تقدر تشوف ملخص الجزء الاول، واللي هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكريبشن لو انت على اليوتيوب، وفي اول كومنت لو انت على الفيسبوك. وبيبدا الجزء الثاني مع 2 مشتركين في اللعبه وهم لسه هيبداوا، وبيظهر ريوهي وهو مخبي وشه وبيسالهم لو هم يعرفوا حاجه عن الشاطئ، ولما المشاركين بيسمعوا كلمه شاطئ بيجروا وهم مرعوبين وشكلهم عندهم صدمه من حاجه حصلت هناك. وبيكون ريوهي مع اوساجي وبيبقوا مش عارفين يوصلوا للشاطئ، وبتبقى التاشيره بتاعتهم قربت تنتهي ولازم يشاركوا في لعبة عشان التأشيرة تتجدد. وبيكون ريوهي عايز يطور من مهاراته أكتر عشان يحقق أمنية أصحابه اللي ماتوا ويفضل عايش وما يضيعش ولا ثانية من حياته تاني. وبينام ريوهي في منتزه في المدينة وبيبص للسماء وبيشوف النجوم مضيئة جدا بسبب إن مفيش أي نور في المدينة، ولكنه ما بيعرفش إنه ينام بسبب الناموس، فبتخليه أوساجي ينام معاه في نفس الخيمة ويقفلوا على نفسهم. وفي تاني يوم بيتعلم أوساجي ريوهي الصيد وإزاي يعرف الحيوانات بتفكر إزاي عشان يعرف تحركاتهم. وبالليل بيكون ريوهي متابع مجموعة بتتكون من حوالي 10 من المشاركين، وبيتكلم مع اوساجي في اللاسلكي وبيقول لها انه لاحظ ان المشاركين لابسين صور حوالين معصمهم عليه شكل قفل، وده بيفكروا باتنين كانوا معاه في نفس لعبه الاتحاد من كام يوم كانوا لابسين نفس الصور. وبيكون ريوهي مش عارف ايه لازمه الصور ده، وبيشوف مجموعه معاهم عربيه من موديل قديم وشغاله لانها مش شغاله بالدوائر الالكترونيه زي باقي العربيات، وبيجري ريوهي وراهم، وبتكون اوساجي بتجري ورا عربيه تانية في نفس الوقت لحد ما بيوصلوا لمنطقه سكنيه فيها كهرباء ومكتوب على يافطه اسم الشاطئ، وفجاه بيظهر ناس باسلحه من وراهم وبيخليهم يفقدوا الوعي وبيخطفوهم، ولما بيفوقوا بيستجوبوهم الخاطفين وبيسالوهم عن نواياهم، فبيقول لهم ريوهي انه هيلاقي كل الاجوبه على اسئلته في الشاطئ، وكمان عايز يعرف الناس اللي بتموت او بتختفي في العالم ده بتروح فين. وفجاه بيدخل عليهم رئيس الشاطئ واللي بيبقى اسمه هاتر، وبيخلي مساعدينه يفتحوا باب كبير وبيوريهم لوحه كبيره على الحيطه مرسوم عليها اوراق كوتشينه، وبيقول هاتر ان هدف الشاطئ انهم يجمعوا كل اوراق الكوتشينه اللي المشاركين كسبوها في الالعاب. وبتساله اوساجي هل لما يجمعوا كل الكروت هيعرفوا ينتقلوا للعالم الواقعي، وبيقول ان لاعب واحد بس هو اللي هيعرف يوصل هناك، وده لان استحاله لاعب واحد يجمع 52 ورقه مختلفه، وعشان كده لازم اللاعبين يتحدوا مع بعض. وبيقول انه محتاج يستفيد من مهارات ريوهي واوساجي عشان يعرف يجمع باقي الاوراق، وبيقول انه معتبر المكان ده دوله عشان كده في تاشيره تسمح لهم بالاقامه. وبيقول ان الشاطئ فيه 3 قواعد لازم الكل يتبعهم، الاولى ان الكل يلبس ملابس سباحه عشان محدش يخبي اسلحه في هدومه، والثانيه ان كل اوراق الكوتشينه اللي اللاعبين بيكسبوها بتتسلم للشاطئ، وانهم لما يجمعوا نفس نوع الورقه ده هيخلي اكتر من واحد ينتقل للعالم الواقعي لحد ما يعرف الكل انهم ينتقلوا في النهايه، والثالثه ان اي خائن للشاطئ هيتقتل. فبيخاف ريوهي وبيعتذر لاوساجي انه جابها للمكان ده، ولكن اوساجي بتقوله ان هي اللي اختارت ده بنفسها، وبياخد هاتر ورقه ال7 قلوب من ريوهي، وبتبقى دي ورقه من اللي محدش عارف انه يحصل عليها قبل كده، فبيفرح هاتر وبيقول لهم انهم قربوا يحققوا هدفهم، وكمان هيفكر انه يرقي ريوهي واوساجي لمرتبه عاليه في الشاطئ، وبيطلب منهم يستمتعوا بالمكان. وبتبقى الاجواء في الشاطئ مليانه رقص وموسيقى وكل واحد بيعمل اللي هو عايزه، وبتبقى اوساجي شايفه انهم بيهربوا من الواقع وبيستمتعوا بالعالم اللي هم فيه. وفجاه بتشتغل صفاره الانذار وبيبقى ده ميعاد الالعاب، وبيتجمع الناس وبيظهر هاتر وبيقول لهم خطاب تحفيزي وانهم ينجحوا في تجميع الاوراق عشان يوصلوا لهدفهم. وبيكون في لاعب كان مع ريوهي قبل كده في لعبه الاتحاد، وبيقول لكوينا صاحبته على ريوهي انه هيكون مفيد في خطتهم، وبيبان انه بيخطط في السر لحاجه غير تابعه للشاطئ. وبيطلع اللاعبين على موقع الالعاب وبيبداوا، وبيكون في خسائر في الارواح وناس بتكسب، وبيكون ريوهي مع ان مساعده هاتر وبيروحوا لمواقعهم عشان يبداوا لعبتهم. وبتقول له ان ده الوقت اللي ريوهي يثبت فيه كفاءته، وبياخدوا الموبايلات، وبيلاحظ ريوهي ان المره دي الموبايلات عليها غطا ضد الميه، وبتكون كوينه معاه وبتتعرف عليه، وبيوصل اللاعبين لاوضه فيها مواسير بتضخ ميه في المكان، وبيبقى فيه صواعق كهربائيه نازله من السقف، وبيطلع صوت من الموبايل وبيقول ان مستوى اللعبه 4 كارو، واسم اللعبه مصباح الاضاءه، وبتكون اول قاعده هي ان في 3 مفاتيح كهربائيه
كهربية، وبيبقى واحد منهم هو اللي هيشغل المصباح. والقاعدة التانية ان هيكون للاعبين فرصة واحدة بس انهم يستخدموا مفتاح الكهرباء، ولما بيكون باب الأوضة اللي فيه المصباح مقفول هيكون متاح للاعبين انهم يقفلوا ويفتحوا المفاتيح زي ما هم عايزين. والقاعدة التالتة هي ان لو في حد جوه اوضة المصباح او لما يكون المفتاح شغال الباب مش هيتحرك من مكانه. وبيكون حل اللغز جماعي ولازم يتعاونوا مع بعض عشان يكتشفوا اللغز. ولو مستوى المية في الأوضة بقى عالي المية هتلمس الصواعق الكهربية واللاعبين كلهم هيتكهربوا ويموتوا. وبتيجي واحدة من اللاعبين تلمس سلك نازل من السقف ولكنها بتتصعق وبتموت في لحظة. وبتفضل المجموعة تحاول انها تحل اللغز وبيكونوا خايفين. وبيفكر ريوهي وبيقول انهم يشغلوا مفتاح وباب اوضه المصباح مفتوح، ولو المصباح ما نورش هيجربوا مفتاح من الاتنين التانيين، ولكن ده هيكون فيه مخاطره بحياه اللاعبين. فبيفكر ريوهي في القواعد وبيأمر اللاعبين انهم يقفلوا الباب قبل ما يشغل المفتاح. وبتبتسم آن كأنها عارفه الحل بس بتختبر قدرات ريوهي. وبتقفل كوينا الباب وبيشغل ريوهي المفتاح وبعدها بيأمرهم انهم يفتحوا الباب بسرعه. فبيشغل المفتاح التاني وبيخلي كوينا بتمسك المصباح بايدها، وبتلاحظ كوينا ان المفتاح سخن وبيبقى ده معناه ان اول مفتاح هو الحل. فبيشغلوا ريوهي وبينجحوا في اللعبه. وبتكون آن منبهره ان ريوهي خلى نسبه النجاه من 66% ل 100% بذكائه. وبيرجع اللاعبين للشاطئ وبيحتفلوا بنجاحهم. وبيشوف ريوهي وأوساجي بعض وبيبقوا فرحانين انهم لسه عايشين. وبيقول لها ريوهي ان آن كانت عارفه الحل بس كانت بتختبره. وبتقعد كوينا معاهم وبتسالهم هم مرتبطين ببعض، ولما بتعرف انهم مش مرتبطين بتقول لهم انهم ممكن يموتوا في اي لحظه ولازم يستمتعوا بوقتهم وهم عايشين مع بعض. وفجاه بتدخل مجموعه مسلحه على اللاعبين وهم بيحتفلوا، وبتقول كوينا ان المجموعه دي هي قوات الشاطئ وبتنصحه انه ما يتعاملش معاهم عشان دول ناس خطيرين. وبتقول ان قائد القوات هو اجوني، وبيكون ده اللي كان في لعبه الاتحاد مع ريوهي من كام يوم ووشه اتجرح، بس اللي بيحكم الشاطئ بالكامل هو هاتر ومساعدينه. وبيبص اجوني لاوساجي وبيفتكر مهاراتها لما كانت معاه في لعبه الاتحاد، فبيؤمر واحد من مساعدينه انه يقبض على اوساجي، ولكن ريوهي بيمنع المساعد من انه يلمسها وبتحصل مشكله. وبيؤمر اجوني المساعد انه يكسر رجل ريوهي عشان ما يعرفش يلعب تاني ويموت، ولكن هاتر بيتدخل وبيمنع اجوني من اللي بيعمله. وبيفكروا ان هو الرئيس وان اجوني بس بيسمع كلامه. وبيبص اجوني كتير لهاتر وبيضطر انه يسمع الكلام وبيمشي هو والمجموعه اللي معاه. وبيقول هاتر لريوهي ان آن قالت له على اللي حصل في اللعبه، وبيأمره انه يروح معاه الاجتماع. وبيكون هاتر مجتمع مع مساعدينه واجوني وقوات الشاطئ، وبيفضلوا يتفحصوا الاوراق اللي اللاعبين كسبوها النهارده، ولكن كالعاده ما بيكونش في ورق عليها صوره زي الولد او البنت او الشايب. وبيقول واحد من المساعدين انهم عشان يوصلوا للورق اللي عليه صور لازم الاول يحصلوا على ورقه ال10 قلوب، وبتبقى دي الورقه المرقمه الوحيده اللي ناقصه. وبيقول هاتر ان الخطه مش هتتغير واللاعبين هيفضلوا يلعبوا ويحاولوا انهم يلاقوا ال10 قلوب. ولما بيقول انه محتاج يلعب بنفسه عشان تاشيرته قربت تخلص بيبص اجوني لمساعدينه وبيبان انهم مخططين لحاجه في السر. وبتقول واحده من المساعدين ان العاب فئه القلوب بيكون اللاعبين فيها كلهم مخلصين لبعض وانهم ممكن يضحوا بحياتهم زي ما اصحاب ريوهي عملوا معاه. فبيطلب هاتر من ريوهي انه يقول رايه عشان هو عنده خبره في لعبه فئه القلوب، ولكن ريوهي ما بيتكلمش. وبيقرر هاتر انه يلعب بنفسه كل الالعاب عشان هو دايما بيكسب بنسبه 100%، وانه مش هيبطل يلعب لحد ما يلاقي ورقه ال10 قلوب. وبيفض هاتر الاجتماع. بعدها بيكون هاتر مع ريوهي وبيقدم له مشروب، ولما بيلاحظ ان ريوهي خايف يشرب عشان مش واثق فيه بيقول له هاتر انه معجب بطريقه تفكيره، وبيعرف ان ريوهي كان كل اللي بيعمله في العالم الواقعي هو لعب الالعاب الاونلاين. وبيقول هاتر ان كان عنده بيت متعه في العالم الواقعي مسميه الشاطئ، وانه كان عنده مساعدين وواحد منهم انتحر بسبب ان الناس بتبص له دايما باستحقار عشان شغال في بيت متعه. وساعتها باقي المساعدين سابوا هاتر، فقرر هاتر انه يخلي الشاطئ في عالم الالعاب مكان هو اللي يحكمه ويخلي الناس مخلصه ليه، وهيبقى بطل بالنسبه لهم لما يعرف انه يرجع للعالم الواقعي. وبيثق ريوهي في هاتر وبيشرب المشروب. وبيكون ريوهي نايم في اوضته وبتدخل اوساجي اوضته وبتصحيه وبتلاقيه تعبان من اثر الشرب امبارح مع هاتر. وبتلاحظ ان هاتر بقى بيحب ان ريوهي يكون جنبه، وبتقوله انه ياخد باله من قوات الشاطئ عشان عينهم عليه. وبيقابل ريوهي اللاعبين وبيحاول يعرف منهم معلومات يمكن يلاقي اجوبه على اسئلته، ومع الوقت بيلاقي انه مش هيلاقي الاجوبه غير لما يلعب بنفسه الالعاب ويخاطر بحياته. وبتقول له اوساجي انها تحاول تجيب اسلحه ومخزون اكل للطوارئ. وبيشوف ريوهي بنتين ولما بيجي يتكلم معاهم بيجروا منه، وبيسمع صوت ضرب نار وبيروح يشوف في ايه اللي حصل، وبيلاقي 3 معاهم اسلحه ماشيين بعيد عن صندوق نفايات. وبيقرب ريوهي من الصندوق وبيشم ريحه حاجه متعفنه، ولما بيفتح الصندوق بيشوف جثث ناس مقتولين، وبيشوف كوينا وصاحبها شيشيا، واللي بيقول لريوهي ان دي هي حقيقه الشاطئ وان دي جثث الخاينين. وبيقول له كمان ان قوات الشاطئ بتخطط انهم يتخلصوا من هاتر، وساعتها هم اللي هيحكموا الشاطئ ولكنهم ما بيعرفوش يستخدموا مخهم ويفكروا كويس. فقرر شيشيا انه يسرق اوراق الكوتشينه كلها ويهرب بيها مع كوينا، ومحتاج مساعده ريوهي واوساجي. وبالليل بيروح هاتر لمدينه بعيده وبيظهر حد وراه وبيكون مش باين ملامحه. وفي تاني يوم بتكون انف اوضه سريه تحت الارض وبتشرح راس
جثه من الجثث اللي عندها وبتدور على شريحه تتبع، وبيدخل عليها واحد وهو خايف وبيقول لها ان في مشكله حصلت، وبيقول شيشيا لريوهي انه عايز يوري له حاجه، وبيدخلوا مع بعض المكتب الرئيس وبيشوف ريوهي جثه هاتر، وبيبقوا الناس فاكرين انه مات بسبب انه خسر في لعبه، وبتلاحظ انه مات بسبب رصاصه في صدره، والمفروض ان الالعاب بتقتل الخسران بليزر، وبتستولى قوات الشاطئ على الحكم بالقوه، رغم ان المفروض الراي الجديد يكون للاعب رقم 2 بعد هاتر، وبيبقى اجوني هو الرئيس، وبيعمل اول حاجه ليه وبيفتح ظرف لونه اسود واللي بيكون فيه الرمز السري للخزنه اللي فيها اوراق الكوتشينه، وبعد لما بيعرف الرمز بيبص للورقه باستغراب وبيقفل عليها بظرف اسود تاني وبيختمه بالشمع، وبيقول شيشيا لريوهي انه عارف الرمز السري، وبيخلي ريوهي هو اللي يروح يفتح خزنه الرئيس، وبيقول اجوني خطابه كرئيس جديد للاعبين، وبينتهز ريوهي الفرصه وبيروح للخزنه عشان ما بيكونش في حد بيحرسها، ولما بيكونوا قدام الخزنه بيقول له شيشيا على الرمز واللي بيكون على الخاتم بتاع الرئيس، ولكن لما ريوهي بيستخدم الرمز جهاز الانذار بيشتغل وبيطلع غلط، وبيظهر الرئيس وقوات الشاطئ وبيبقى معاهم شيشيا هو اللي بلغ عن ريوهي، وبيلاحظ شيشيا الرئيس وهو بيبص على لوحه مرسوم عليها غزال، وبيفضل مساعد الرئيس نراجي يضرب ريوهي لحد ما بيفقد الوعي وبيتقبض كمان على أوساجي، وبيكون اخر يوم تاشيره لريوهي هو بكره، فبيربطوا نراجي وبيغمي عينيه ووشه عشان يفضل خايف ومش عارف هو هيموت في انهي لحظه، وبتكون ان بتشرح جثه هاتر وبتطلع الطلقه من صدره، وبيطلع ان اللي قتل هاتر هو اجوني، وبيتكلم شيشيا مع كوينه في اللاسلكي وبيقول لها انه عارف مكان الخزنه الحقيقيه، وانه ورا لوحه الغزال اللي اجوني كان بيبص عليها، وان اجوني لما فتح الظرف الاسود لقى صوره غزال، وبيروح شيشيا للوحه وبيشيلها وبيفتح الخزنه وبيسرق الورق، وبيقولوا نستخدم ريوهي كطعم عشان يعرف شيشيا ينفذ خطته، وبيخلي نراجي مساعدينه يكتفوا اوساجي عشان يغتصبها، ولما اوساجي بتعور في بقه وبيضربها جامد على وشها، وفجاه الكهرباء بتقطع وبتيجي تاني، وبيكون شيشيا بره الفندق وبيقابل كوينه واللي بتكون حاسه بالشفقه على ريوهي، فبيقول لها شيشيا انها لو عايزه تنقذه تعمل ده بنفسها عشان شيشيا مش هيساعده، ولما بيجي شيشيا يخرج من بوابه الفندق بيكتشف ان في حدود بالليزر، فبيستوعب ان في لعبه شغاله في الوقت الحالي، وبيسمع ريوهي وهو مربوط صوت اللعبه، وبيشوف نراجي على شاشه التلفزيون ان اللعبه من مستوى العشر قلوب، وبتنتهز اوساجي الفرصه وبتهرب منه، وبتطلب اللعبه من اللاعبين انهم كلهم يتجمعوا في قاعه الفندق الرئيسيه، وبتروح اوساجي للقاعه وبتاخد موبايل زي باقي اللاعبين، وبيكون في جثه واحده منهم مقتوله بسكينه في صدرها على الارض، وبيقول صوت اللعبه ان اسم اللعبه هو اصطياد الساحره، وان الساحره هي اللي قتلت البنت وهي واحده من اللاعبين، وان مش شرط الساحره تكون واحده وممكن يكون شاب منهم، ولما يعرفوا مين هي الساحره لازم يحرقوها في النار، ومده اللعبه ساعتين، وبيستعد الكل لحل اللغز وبتبتدي اللعبه، وبيكون الكل شاكك في صاحبه موموكا اللي ماتت واللي اسمها اساهي، وده لانهم كانوا دايما مع بعض، فبيقول لهم نراجي انهم يشيلوا اساهي ويرموها في النار واللغز هيتحل، ولكن واحده من مساعدين الرئيس بتمنعهم وبتقول انهم لازم يلاقوا دليل على ان اساهي هي اللي قتلت موموكا، وبتؤمر ان اللاعبين ان كل واحد يعمل تقرير هو كان بيعمل ايه في اخر ساعه، وبتشوف واحده دم على منديل ان وبتتهمها، فبتقول لهم ان ده دم هاتر لما كانت بتشرح جثته، وبتقول انه مات مقتول، وان الرصاصه اللي مات بيها مطابقه لنوع الرصاص اللي قوات الشاطئ بيستخدموه، ومعنى ده ان اللي قتل هاتر واحد من اللاعبين، فبتصرخ بنته وبتقول ان القاتل واحد من القوات، فبيطعنها واحد من القوات بسيفه في ظهرها وبيقتلها، وبيقول اجن ان الساحره اللي قتلت موموكا هي اللي قتلت هاتر، وانها مش شرط تكون تبع القوات، ولو الساحره ما اعترفتش بنفسها اجن هيحرق كل الموجودين واحد ورا التاني، فبيترعب الكل وبيجروا من الخوف، وبتفضل القوات تقتل في الناس بشكل عشوائي وبيحرقوا كل الجثث، وبتقرر القوات انهم يجمعوا كل اللاعبين في مكان واحد بره الفندق ويخلصوا عليهم مره واحده، وبيولع واحد منهم في الفندق، وبتدور اوساجي ومعاها 3 على ريوهي في اوضه الفندق، وهم بيدوروا بيشوفوا واحد تبع القوات وهو مرعوب في الحمام وبيبقى مش عايز انه يقتل حد مظلوم، ولما بتساله اوساجي عن مكان ريوهي بيقول لها انه في المبنى الرئيسي، وبتتعاون كوينه مع ان عشان يعرفوا مين الساحره، وبيكون ان معاها ادوات تستخدمها عشان تعرف تشوف بصمات اللي قتل هاتر او موموكا، وده عشان هي كانت شغاله محققه شرطه قبل انتقالها لعالم الالعاب، وفي طريقهم بيشوفوا واحد من القوات معاه سيف، فبتقرر كوينه انها تتعامل معاه، وبتقول لان انها تروح تخلص اللي بتعمله، وبتروح ان لجثه موموكا وبتسحب السكينه من صدرها عشان تشوف البصمات اللي عليها، وبيكون شيشيا مع نراجي وبيقولوا ان الساحره واحد من مساعدين الرئيس، وده لانهم الوحيدين اللي متاح ليهم دخول مولدات الكهرباء، والساحره هتعرف تتحكم في مصادر الطاقه، وبيقرر شيشيا انه يقتل كل المساعدين، وبيبتدي بنراجي وبيكون صنع مسدس بيرش بنزين على الهدف، وبيشتعل البنزين وهو في طريقه للهدف، وبيتحرق نراجي وبيقع من على سطح الفندق وبيموت، وبيعرف ريوهي انه يشيل الشريط اللاصق من على بقه، وبيفضل يصرخ وبيطلب ان حد يساعده، وبتسمعه اوساجي وبتروح له، ولكن باب الاوضه اللي هو فيها مقفول، وفجاه بيظهر ناس تبع القوات وبيضربوا نار على اوساجي، فبتهرب منهم وبتنط من الشباك لشرفه مجاوره، وبتكون الشرفه دي بتاعه الاوضه اللي ريوهي مربوط فيها، ولما اوساجي بتشوف ريوهي بتحضنه وبتطمن عليه وبتفكه من القيود، وبتكون كوينه بتتخانق مع السيد
سياف وبتعرف تتخلص من السيف اللي معاه، فبيكسر السياف ازاز على الارض، وما بتعرفش كوينه انها تمشي عشان مش لابسه حاجه في رجليها، وبيلقط السياف سيفه من على الارض وبيقول لكوينه انها ضعيفه ومفيش في ايدها حاجه تعرف تعملها. فبتفتكر كوينه امها المريضه وبتفتكر انها لازم ترجع لامها زي ما وعدتها. وبتكون كوينه محترفه فنون قتاليه، فبتستخدم طاقتها وبتعرف تمشي على الازاز المكسور من غير ما تتجرح، وبتجرد السياف من سيفه وبتضربه وبتخلص عليه. ولما بيجتمع ريوهي بمجموعه اوساجي بيعرف قوانين اللعبه اللي هم فيها، وبيتفاجئ لما بيعرف اللي القوات بتعمله في اللاعبين، وبيفكر في اللي بيحصل وبيقول ان الساحره واحده من اللاعبين ومهمتها هي انها تفضل عايشه لحد ما الوقت ينتهي. فبتقول اوساجي ان اكيد الساحره تبع القوات وبتقتل في الابرياء عشان محدش يكشفها، ولكن ريوهي بيخالفها رايها وبيقول ان دي لعبه من فئه القلوب، ومعنى ده ان القاتل مش هيكون حد ممكن اي حد يكتشفه، وانه حد بعيد جدا عن كل الاحتمالات واستحاله يكون حد من القوات. فبيفضل يفكر كانه الساحره عشان يوصل لطريقه تفكيرها، بس بيستوعب انه مش المفروض يفكر بالطريقه دي وانه يفكر زي صانع اللعبه، وبيسال ليه اللعبه بدات بعد موت هاتر، فبيعرف ان ده كان متعمد حصوله، عشان كده صانع اللعبه قتل موموكا عشان يخلي القوات تقتل في الناس والفوضى تعم. وفي نفس اللحظه بتعرف ان انها تحصل على بصمات الساحره اللي على السكينه، ولما بتيجي تخرج من الاوضه اللي فيها بيهاجمها 2 من القوات وبيخلوها تفقد الوعي، وبيقوم ريوهي من مكانه وهو مذهول وبيقول انه عارف مين القاتل. وبتجمع القوات كل اللاعبين وبيأمر اجن قواته انهم يخلصوا عليهم، ولكن واحد منهم بيبقى مش قادر يعمل ده لانه هيقتل ناس ابرياء، فبيضربوا اجني وبيوقعوا على الارض، وبيبقى عايز يعمل منه عبره عشان اتباعه ينفذوا اوامره من غير تردد، ولكن لما بيجي اجني يضرب عليه نار بيتدخل ريوهي وبيمنعه، وبيقول انه كان مربوط طول الوقت قبل مقتل موموكا، وبالتالي هو استحاله يكون القاتل اللي بيدوروا عليه، وبيطلب من اجني انه يتعاون معاه عشان يعرفوا مين القاتل، ولكن اجني بيضربه بشده وبيضرب كمان اوساجي لما بتدافع عنه، فبتقول انه بيضرب الوحيد اللي عنده حجه غياب، وده معناه انه اجني هو القاتل، فبيعترف اجني ان هو القاتل وانه الساحره اللي اللعبه عايزاه يتحرق وهو مش خايف، فبيرفع اللاعبين والقوات الاسلحه تجاهه وبيرمي اجوني السلاح وبيزعق وبيطلب من واحد انه يقتله، فبيقول ريوهي ان اجوني مش هو الساحره، وبيقول كمان ان اللعبه دي من فئه القلوب هدفها اللعب بمشاعر اللاعبين، وبيسال اجوني طالما هو مش الساحره ليه بيقتل الناس، وبيقول كمان انه اكتشف انه اجوني ما قتلش موموكا ولكنه قتل هاتر، وبيقول انه عرف ده من نظرات عينيه، ودي كانت نفس النظرات في عينين ريوهي بعد لما اصحابه ماتوا بسببه، وبيقول ان اجوني كان في ايده هو وقواته اسلحه طول الوقت ولكنه مرضاش يقتل هاتر عشان في العالم الواقعي هم كانوا اصحاب جدا، وكان سبب ده ان اجني ما كانش عايز يخلي الناس المتهورين زي نراجي يتحكموا في الشاطئ، وبيقول له انه قتل هاتر عشان طرقه المتهوره في الحكم، وانه عمل ده عشان يوقفه عند حده. وبيفتكر اجني اول ايامه لما اتنقل مع هاتر لعالم الالعاب، وكان هاتر شخص نبيل وكان عايز يصنع الشاطئ كمكان اللاعبين يشوفوا فيه امل في انهم يرجعوا للعالم الواقعي، ولكن مع القوه والسلطه هاتر اتغير وبقى شخص طاغي وسادي، وفي مره قتل ناس من غير رحمه بسبب انهم خبوا اوراقهم اللي كسبوها في الالعاب منه، وبيتعصب اجوني وهو بيعيط وبيفضل يضرب ريوهي وبيطلع حزنه عليه، وبيفتكر يوم مقتل هاتر وهو كان وراه، وساعتها اجوني قال له انه مش هيعرف يسيطر على جنون نراجي والقوات اكتر من كده، وبيقترح ان هو وهاتر يدمروا الشاطئ لان موضوع تجميع الورق والانتقال للعالم الواقعي عباره عن كذب، وبيبص له هاتر وبيقول له ان الشاطئ بيمثل الامل بالنسبه للاعبين، وانه اجوني لو فكر يخونه هيعتبر خاين ويموت زي ما القاعده الثالثه بتقول، وبيجي هاتر يرفع السلاح على اجوني عشان يقتله، ولكن اجوني عرف يطلع مسدسه بسرعه وقتل هاتر، وبيقول ريوهي لاجوني ان قتل صحابه زيه وحاسس بيه، وان اجوني لما قتل صاحبه قرر انه يقتل كل اللاعبين عشان هم اللي خلوه يوصل للجنون اللي هاتر كان فيه، وبالتالي صانع اللعبه استغل ده وعمل لعبه فئه القلوب اللي هم فيها حاليا. وبيقول ريوهي انه عارف مين الساحره، وانه بدا يشوف نوع شخصيه صانع الالعاب مع كل لعبه هو بيلعبها، وانه اكتشف بعد موت صحابه حل كان هو ممكن واصحابه يعيشوا لو ريوهي كان اكتشفه ساعتها، ولكن لعبه فئه القلوب لعبه خداع وتلاعب بالمشاعر. وبيقوم ريوهي من على الارض وهو مصاب وبيشاور على موموكا وبيقول انها هي الساحره وانها قتلت نفسها عشان تعمل فتنه، فبيضرب اجن ريوهي وبيتعصب ويقول ان هو الساحره وبيبقى عايز حد يقتله لانه يستحق الموت، وبيفضل يضرب في اللاعبين وبيفتكر لما قتل هاتر وبيعيط لان هاتر ما كانش هيقتله وما كانش حاطط ذخيره في المسدس، وبتقرر اساهي انها ترمي جثه صاحبتها المفضله في النار بنفسها عشان اللعبه تنتهي، وبتنده على اللاعبين وبتقول بصوت عالي انها ديلر الالعاب، وفجاه بتتقتل من اللعبه بطلقه ليزر في راسها، وبتظهر كوينه وهي سانده وبتوريهم السكينه وبتقول لهم ان موموكا هي اللي قتلت نفسها، وبتاكد كلام ريوهي، وبيعيط ريوهي وبيقول لاجوني انه حاسس بيه وان اجوني كان عايز يقتل كل الاحياء عشان ينتقم لموت صاحبه، وفجاه بتنتشر نار الحريق في الفندق، فبيتحرك اللاعبين بسرعه عشان يرموا جثه موموكا في النار، ولكن بيطلع ان نراجي لسه عايش وبيضرب
نار على اللاعبين، وبيقول ان هدفه طول الوقت انه يقضي على كل اللي في الشاطئ. وبتحاول أوساجي انها تمنعه، ولكنه بيشيلها وبيرميها على الارض هي وريوهي، وبيجي يضرب عليهم نار عشان يقتلهم، ولكن اجني بيصد الطلق بجسمه وبيجري على نيراجي وبيقعوا هما الاتنين في النار. وبيتبقى على انتهاء الوقت 3 دقايق، فبيشيل اللاعبين جثة موموكا عشان يرموها في النار. وبيبص ريوهي على جثة أساهي وبيلاقيها كانت بتصور فيديو كل الاحداث اللي بتحصل، وبتترمي جثة موموكا في النار وبيتفرج عليها كل اللاعبين وهي بتتحرق وحاسين بالحزن. وبتجيلهم رسالة من اللعبة وبتهنيهم بالفوز، وبتكون ورقة ال10 قلوب على ترابيزة في الفندق، وبيروح شيشيا وبيجيبها، وبيبقى كده الاوراق اللي ناقصاها هي الولد والبنت والشايب بال4 فئات. وفي تاني يوم بتتحسن حالة ريوهي وبيتفرج على تسجيلات أساهي، وبتقول أساهي في الفيديو انها وموميكا قابلوا واحد غامض وخلاهم يشتغلوا معاه ويساعدوه في عالم الالعاب. وبتقول انهم اتسموا باسم الديلر ووظيفتهم انهم ينفذوا اوامر صانع اللعبة، وساعات كانوا بيشتركوا في الالعاب اللي هم بيصنعوها عشان محدش يشك فيهم، وان لو حد عرف ان البنتين شغالين ديلر عن صانع الالعاب الصانع هيقتلهم لانه مراقب كل تحركاتهم. وبتوصل موميكا الاوضه في نفق في محطة مترو الانفاق، وبتدخل الرمز السري للدخول وبيبان فيه التسجيلات، وبيكون في الاوضه مدخل لمقر اداره الالعاب، وبيظهر موظفين وهم بيتفرجوا على اللاعبين وبيستمتعوا باللي شايفينه وبيراهنوا مع بعض على حياه الناس. وبيروح ريوهي مع أوساجي للاوضه اللي في التسجيلات، وبيلاقوا ان باب الاوضه مفتوح، وبيدخلوا الاوضه وبيمشوا في المدخل وبيشوفوا المقر لكنه بيبان انه مهجور. فبيدخل الاتنين المقر وبيتفاجئوا لما بيلاقوا ان كل الموظفين مقتولين. وفجاه بيظهر شيشيا وكوينا وبيقولوا لهم انهم كانوا متوقعين منهم انهم يعرفوا مكان المقر، وبيشكرهم شيشيا على انهم ساعدوه عشان يجمع كل الاوراق. وبيبقى شيشيا عارف المكان بسبب الورقه اللي كانت مع المقنع يوم الاتحاد. وبيكتشف شيشيا وريوهي ان اللعبه ملهاش صانع، وان الموظفين اتقتلوا بسبب انتصار اللاعبين. وبيقول شيشيا ان في موظفين تانيين عايشين وكانوا بيديروا شغل الموظفين اللي تحت ادارتهم واللي ماتوا. وفجاه بتشتغل الانوار في المقر وبيسمعوا صوت واحده بتهنيهم بالفوز، وبيطلع انها ميرا اللي كانت مساعده الهتر، وبتوريهم تسجيلات اللحظات الاخيره للاعبين اللي ماتوا، وبتضحك وبتقول انها عايزه تديهم هديه، وهي ان لسه في العاب تانية لازم